مع كل شروق شمس وغياب القمر، مع كلمة لا لليأس يحيا الأمل. يوم جديد مفعم بالخير والتفاؤل والأمل والإشراق، نستهل به يومنا وحلقتنا هذه، لعله يكون يوم مشرق على جميع المستمعين. يسرني أن أقدم لكم حلقة هذا اليوم، وآمل أن تكون هادفة ومفيدة إن شاء الله، كما أتمنى أن تنال إعجابكم ورضاكم والدعم منكم. وعلى بركة الله أبدأ بسرد جديد لقصة جديدة وحلقة جديدة وفرجة ممتعة على بركة الله. أهلا بكم أيها المستمعون الكرام. قصة بعنوان حيلة اللصوص وصاحب القصر. دخل اثنان من اللصوص قصرا، وبعد أن فتش ما فيه وجد الخزنة، ففتحها اللص الكبير بخبرته دون الحاجة إلى أي كسر أو شبهات، وإذا بها ممتلئة بالمال. أخرج اللص المال وجلس على أحد الكراسي حول الطاولة، وقال للص الصغير المتدرب: أخرج من جيبك ورقة اللعب. انبهر اللص الشاب وقال لنهرب فورا: الآن سيشعرون بنا، وإذا أردت اللعب نلعب في بيتنا. فنهره اللص الخبير بشدة وقال: أنا القائد، افعل ما أقوله لك، وافتح الثلاجة وأحضر لنا 3 علب بيبسي و3 كؤوس. أخرج الشاب الورقة خائفا، وبدأ يلعبان ويشربان. قال اللص الخبير: شغل التلفاز وارفع صوته للأخير. تردد الشاب فزجره اللص الخبير بشدة، فامتثل اللص الشاب وهو مذهول، وظن أن صاحبه قد جن، وصار يرتعد خوفا لأنهم سيقبضون عليهما ويلقون بهما في السجن. استيقظ صاحب القصر وأمسك بيده مسدسا وقال: ماذا تفعلان أيها اللصوص؟ إياكم أن تأتوا بأي حركة وإلا قتلتكم. لم يكترث اللص الخبير، بل قال لصاحبه الشاب: العب العب ولا تعره اهتماما. اتصل صاحب القصر بالشرطة، فحضرت الشرطة، فقال لهم صاحب القصر: هؤلاء لصوص، وهذه هي الأموال التي سرقوها من منزل أمامهم. فقال اللص الخبير للشرطة: هذا الرجل كذاب، لقد دعانا لنلعب معه، وقد لعبنا فعلا وفزنا عليه. ولما خسر كل أمواله أخرج مسدسه وقال: إما أن ترجع أموالي أو أتصل بالشرطة وأقول لهم أنكم لصوص. نظر الضابط إلى علب البيبسي 3 والمال المنثور على الطاولة، ونظر إلى التلفاز وصوته مرتفع، وإلى اللصوص وهم يلعبون الورق غير مكترثين بأحد. فقال لصاحب القصر: إنك تلعب القمار في بيتك، وعندما خسرت اتصلت بنا. إن عدت لذلك مرة أخرى رميتك في السجن. ثم اتجه الضابط إلى الباب ليخرج، فقال له اللص الخبير: سيدي، إن خرجت وتركتنا هنا قد يقتلنا. فخرج اللصان من المنزل ومعهم الأموال وبحماية الشرطة. وهكذا يسرق الكبار ثروات العالم تحت حماية القانون. وتحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.